السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم المسمن بالشحمه اللي كيجي لذيذ وغزال ورائع. ومقادير طبعا سهله. ديال المسمن العادي اللي كنعملوه دائما، طحين والفينو. طبعا انا استعملت واحد طاسه دقيق مع كاس د الفينو ومع الخميره د الخبز وقليل من الملح. طبعا اللي بغى يضاعف الكميه يضاعف الكميه، انا اكتفيت بهذا القد هذا. صافي، عملت طاسه ديك الدقيق وزدت عليها كاس د الفينو، ودابا غادي نضيف داك الملعقه او نص ملعقه ديال الخميره د الخبز. وصافي غادي نبدا نعجنها، غادي نبدا نضيف الماء شيئا فشيئا حتى من بعد عاد غادي نضيف الملح باش يخلي يعني الخميره كتتفاعل. صافي، مهم العجينه المسمن العاديه الدائمه. كما كتشوفوا صافي غادي نبدا ندلكا مزيان حتى تكون لي عجينه معجونه مزيان. صافي غادي نخليها على جنب ترتاح واحد شويه، يعني ماشي بزاف، لان فيها الخميره مع دابا سخن الحال دغيا كتخمر. غادي ندهنها بشويه الزيت كما كتشوفوا في الصوره، وغادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح. صافي كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نوريكم التحضير ديال الشحمه. في الاول غادي نعمل الزيت، ومن بعد غادي نقطع البصله قطع صغيره، بصله قطعتها. ودابا غادي نشحرها واحد شويه، وغادي نضيف عليها واحد النص ديال الفلفله حمراء، فلفل احمر، واللي عنده الاخضر حتى هو مهم. اللي بغيتو اللي كان عندكم متواجد يا الاخضر يا الاحمر ماشي مشكل، ولكن اكثريه يعني من الاحسن الاحمر. من بعد غادي نقطع لهم واحد شويه د المعدنوس وغادي نضيفو. ها هو كما كتشوفوا ضيفتو. كنخليه يتقلى واحد شويه، وغادي نبدا نضيف العطريه. طبعا العطريه كامله، من كمون، فلفل غبره يعني فلفل احمر، من سكنجبير، خرقوم، الابزار. يعني مهم اللقامه كامله ضيفوها، قليل شويه من الحاجه. طبعا تقدروا تكثروا الكميه على حسب شحال عندكم ديال المسمنات. صافي دابا غادي طبعا تنقص لهم البوطه وتخليهم يتقلاو مزيان. بعد شويه غادي نضيف ضفت الملح طبعا. وهذه هي الشحمه اللي ضفتها، كتقطعوها طريفات صغارين ولا كتحكوها اذا كنت عندكم في المجمد، كتحكوها في الحكاكه وصافي، وكتضيفوها على البصله والفلفل وصافي. كنشحروها مزيان. ماشي مشكل اذا ما دابتش، من الاحسن تبقى هكذا باش ملي كنعملوها في المسمنات كتزيد تذوب وكتدخل فيهم، كتدخل في المسمن. صافي من بعد ما تشحرت لنا القامه ديالنا غادي نخليوها حتى تبرد، يعني ضروري خصها تكون بارده. صافي ها هي. دابا غادي ندوز العجين باش نطلقو. كما كتشوفوا صافي ارتاح مزيان يعني. صافي غادي نبدا نعمل كريات او كريسات كما كتشوفوا.
صافي غادي نبقى نكون هاد الكريسات حتى نسالي العجين كامل. راه تبارك الله كيجيو هاد المسمنات كيجيو رائعين ولذاذين. انا ما كنتش صحاب لي غادي حتى وليداتي غادي ياكلوهم، والحمد لله جاو زعما مزيانين، الانسان يبدل بعد الساعات بهم. صافي المهم كما كتشوفوا خرجت لي 6 ديال الكريسات. دابا غادي نبدا نطلقهم. غادي نطلقها مزيان، غادي نكبرها، غادي نبدا ندهنها بداك الخليط ديالنا ديال الشحمه. مهم نخليكم حتى نتلاقاو ان شاء الله.
صافي اخوتي، كما كتشوفوا كنتم معايا مع المسمن بالشحمه اللي كيجي لذيذ ورائع وسهل جدا بهذه الطريقه هذه اللي كنستعملها. شوفوا كيجي لذيذ وكيشهي. مهم صحتكم وراحتكم، كنتمنى يكون هذه الطريقه نالت الاعجاب ديالكم وشهيه طيبه. ومع السلامه، الفيديو جديد ان شاء الله.